ومعانا واحد من الكوادر الإدارية الشابة على مستوى المملكة العربية السعودية بل على مستوى الوطن العربي كله، كابتن تامر عبد الرحمن مدير بطولة مواهب العرب. كابتن تامر أهلا وسهلا بيك. يا أهلا وسهلا، سعيد بالتواجد معكم، حياك الله. واحنا كمان يا كابتن فرحانين بوجودك معانا. حضرتك مسؤول في أكاديميات الهلال الزهراني، صفة إيه؟ صحيح، أنا مشرف أكاديميات الهلال الزهراني في السعودية، وكذلك حاليا في مصر إن شاء الله شغالين على الموضوع هذا، وإن شاء الله في بطولة مواهب العرب حنقدم حاجة حتكون زي ما تقول حاجة للتاريخ، وحاجة الكل في مصر حيتكلم عنها بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. أنا شايف حضرتك وسيادة المستشار البحيري والأستاذ أو الكابتن هلال الزهراني اللي هتتجمعوا مع بعض، عندكم الفكر، عندكم الإخلاص، عندكم الطموح، وعندكم الفكر الإداري، فإن شاء الله نتوقع ونتنبأ أن يكون بطولة فعلا على مستوى الوطن العربي. فعلا احنا الثلاثة، ومعنا ايضا كابتن زيكو، ومعنا مجموعة من الشباب اللي في طاقم العمل، كلهم يشكرون على مجهوداتهم، بالاخص الكابتن عيد صراحة مجهوده كبير ويذكر فيشكر. احنا زي ما تقول جروب حبايب اجتمعنا عشان نطلع حاجة حلوة للناس وايضا للوطن، طبعا اكيد للناس وللوطن العربي. وافضل مكان مصر الحبيبة، مصر الحبيبة تستاهل أكثر من كذا، وبإذن الله تعالى نقدم حاجة نخلي مو بس يعني مش بس في مصر، لا الوطن العربي كله بإذن الله تعالى راح يتكلم على هذه البطولة والبطولات الجاية إن شاء الله بإذن الله. وطبعا البداية زي ما احنا شايفين بداية مشرفة وبداية قوية، بطولة من تنظيم النادي الأهلي مشاركين فيها، كمان بطولة لنادي الزمالك مشارك في بطولة تانية. انتوا بتوزعوا اللعيبة وبتختاروا عناصر من مختلف محافظات مصر بل من مختلف دول العرب، معانا من سوريا، معانا من اليمن، معانا من السودان. كلمونا عن المجهود الجبار ده. شوف، هي الفكرة أساسها للناشئين والبراعم. يعني أنا كوجهة نظري ثامر إنه هذه الفئة هي المستقبل لنا، فمتى ما وجدوا الرعاية والاهتمام حيوصلوا. احنا بدينا زي ما تقولوا ببطولة كانت مصغرة اللي هي السوبر العربي اللي الماضية، كانت بطولة مصغرة من تقريبا 4 فرق، تمام. فاحنا قاعدين نحاول نتدرج عشان نوصل للوطن العربي كامل، يكونوا كلهم مشاركين معنا من جميع دول الوطن العربي بإذن الله تعالى. هذا هو الطموح وهذه هي الفكرة، وعلى قولتهم بداية ال1000 ميل تبدأ بخطوة، وبإذن الله تعالى خطوة ورا خطوة حتشوفونا فوق بإذن الله تعالى. مسددين الخطوة، مباركين إن شاء الله. بنتمنى لك التوفيق كابتن تامر، بنشكرك شكرا جزيلا. الله يسعدك، وشكرا للاستضافة وتواجدكم الدائم معنا، تشرفنا فيك. شكرا.